السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مع بعض رانا حين نديرو بيتزا. انا حين نديرو ملعقة كبيرة تاع خميرة الخبز، وملعقة كبيرة تاع السكر، زوج ملاعق كبار تاع فارينة، كاس ونص تاع الماء، كاس ونص. انا هنا في الوصفة كثرت شوية، ولكن كاس ونص تديلك 500 غرام تاع فارينة. واللي يحب الجرام، عندك 10 غرام تاع خميرة الخبز، 10 غرام سكر، 80 غرام تاع فارينة، 300 مليلتر ولا 300 غرام تاع ماء ودافي. وعندنا 500 غرام تاع فارينة. لاباط تاعنا لازم تتلاصق. هكا ضفت كاس ونص تاع الماء، نخلط ونخليها تخمر 10 دقائق. هذه البيتزا إيطالية، يعني هي وصفة إيطالية صراحة، جبتها من عند إيطاليين. كما راكم تشوفوا هنا زدت 50 مليلتر تاع زيت، يعني 4 كاس تاع 200 مليلتر. نضيف الفارينة والملح بالتدريج حتى نتحصل على العجينة هذه لازم تتلاصق، يعني تجيني تتلاصق الشغم تاعها كتلاصق، لانها لانه باش تجينا طريه وكامل لازم تتلاصق. يعني السر تاع الوصفات تاعهم، يعني شد وصفات ما يديروا لا حبه بيض، ما يديروش البيض، ما يديروش خميره كيميائيه. هذا هو السر تاعها، يعني في التخمار. اولا في التخمار، وثانيا في لاباط لازم طريه. كاين وصفات تاع بيتزا يخلوهم ليله كامله، يعني 24 ساعه، وكاين لا كاين كيما انا هنا خليتها ساعه، هنا عفوا خليتها ساعتين خمرت. ومن بعد نزيد شوفوا شتو السفنج هكذا تخبطوها كيما السفنج، من بعد نديروها في البلان دو طرافاي تاعنا اللي كنا نيتواييناه بيا ونخدموها، يعني هكاك تتلاصق وحنا نخدمو فيها. كيما راكم تشوفوا نقيت لو بلان تاعي، مسحته وحطيت لاباط تاعي وراني ندلك فيها. شوفوا كم تشوفوا، يعني نديها بعد نعاود نغلق، نديها بعد نعاود نغلق، اني ندخلها في الهواء، نخليها ندلكها ونخليها ندلكها يعني مدة 10 دقائق. هي ما ندلكهاش، يعني شو راني ندخل لاباط في بعضها. ها كيما راكم تشوفوا، هاي شوفوا نجبد ونعاود ندخل هكذا كيما نعجنو، عفوا كيما نعجنو المطلوع ولا كاش هكذا. ونديرها تخمر مدة ساعتين وهي تخمر. ومن بعد نخليها، ومن بعد نعاود نجبدها، نهبط لها التخمار، نعجنها شويه. هنايا بعد ما نكمل نخليها تريح شويه، عفوا نكمل انا نعجنها ونرجع لكم. هاي ليكم بعد ما عجنتها، شوفوا كيفاش ولات. هاي ليكم لاباط تاعي، شفتوا تولي هايله ما شاء الله. هنا هاي ليكم خليها تخمر، هاي مازالت تلاصق في يدي. هنايا جاني البول صغير، الوغ بدلت لها البول. كي بدلت لها خليتها مده ساعتين تخمر. شوفوا كيفاش ولات لي ما شاء الله، يعني وصفه رائعه مع زيت الزيتون من الفوق. والله صدقوني غير رائعه، يعني عجبت العائله تاعي والحمد لله. انا كي ندير بيتزا درتها مره نشفى، خليتها 24 ساعه، 24 ساعه وهي تخمر في الثلاجه. صراحه جات شابه، وان شاء الله بربي نديرها لكم فيديو ونوريها لكم. هاي ليكم لاباط تاعي، شوفوا لاباط شحال طريه وما قدرت تتلاصق، ولكن طريه وشابه، يعني ما شاء الله. نعجنها شويه بيدي هكذا واحد 10 دقائق واحد اخرين، ونخليها تعاود تخمر نص ساعه هكذا. شوفوا كيما نديروا الخبز تاع الخبز الفرنسي كما راكم تشوفوا. ان شاء الله نكون ما طولت لكمش في الفيديو، ونوعدكم بوصفات بدون بيض نسيت اسمها. المشتركه معايا قالت لي الابن تاعها، وما كاين مشتركه معايا بنتها ثاني عندها حساسيه تاع البيض،
نوعدكم بوصفات لي طاقت ان شاء الله، يعني نقدر نلبي لكم كامل الطلبات تاعكم. كما راكم تشوفوا بعد نص ساعه عاودت خمرت. لازم لاباط تاعكم ترقوها، لازم ترقوها. يعني كي شوفوا لازم كي تخدموا. انا درت مرقاز فريت لاصوص طوماط. ندير لكم الرابط في صندوق الوصف باش تروحوا اذا حبيتوا الوصفه تاعي تاع لاصوص بيتزا. انا نديرها بالخضر هكذا. لازم رقيقه، لازم رقيقه عباكم تجي ما شاء الله. هاي ليكم ومن الفوق هكذا. انا هنايا لاصوص بيتزا يعني ما كانتش واجده، ما وجدت ليش، والبيتزا كانت خمرت وهي كانت مازال ما وجدت. يبقى واش درت؟ هذا حل واحد اخر. ما عندكش لاصوص بيتزا، حكمي لاصوص طوماط، لي صوص كونسونطري، لا طوماط كونسونطري. احكموها. ذو ديروا لها واحد نص كاس، زوج مغارف، نص كاس تاع الماء، زعتره، ملح وفلفل اسود. هذا ما كان. وديروها وما راش حتبان ابدا الطماطم، لانه كي تكون لاباط تاعنا شابه راح تطغى على لاصوص. ومام لاصوص نفس الشيء هنايا. يعني كيما تحبوا ديروا لها. انا نحبها بلي فريت، العمر تاعي لي فريت. نتوما كيما تحبوا ديروها. هنا يرجع الامر ليكم. يعني ندير الجبن وندخلها. بعد ما نخرجها ندهن لها الجوانب كما درت لكم في السوفلي. ندهن الجوانب بزيت الزيتون. هنايا انا درت لها زيت الزيتون بعد ما طابت، ونرش لها من الفوق. ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتنال اعجابكم يا رب. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. كما راكم تشوفوا بزاف طريه، هنا مازالت سخونه. وانا البيتزا زيد تعجبني ثاني كي تبات. هاد لاباط كي تبات بان تولي ثاني رائعه. هاي ليكم. يعني شوفوا ما شاء الله. نلتقي في وصفه اخرى. نقولكم مع السلامه، ونخليكم مع هالفيديو الرائع، وان شاء الله ما نطولش عليكم. وشكرا على الدعم تاعكم.